مستمعينا الكرام، اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذا العدد من برنامج المنتدى الاقتصادي، والذي نخصصه اليوم للحديث عن ملف تطهير العقار الفلاحي، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المعلنة بمناسبة إحياء الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للمنشور الوزاري المؤرخ في الفاتح جوان من هذه السنة، والشهدت العملية تنصيب لجان ولائية مؤخرا على غرار ولاية وهران من أجل ضمان استغلال العقلاني للأراضي الفلاحية وتنفيذ دقيق لإجراءات التطهير. وللحديث في الموضوع نسعد بحضور السيدة دراع جميلة، مديرة ديوان الأراضي الفلاحية فرع ولاية وهران. مرحبا بكم سيدتي. مرحبا، شكرا على الاستضافة. حاضرة معنا كذلك السيدة جلولي عائشة، هي رئيسة مهندسية الزراعة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران. مرحبا بكم سيدتي. شكرا، وشكرا على الدعوة التي لبوها إليكم. مرحبا بكم. إذن في البداية سيدة دراع جميلة، نبدأ معكم مباشرة بالحديث عن فحوى القرار الوزاري المشترك المتعلق بتطهير العقار الفلاحي الصادر في بداية شهر جوان المنصرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يعني نشكر الإذاعة على هذه الدعوة. في حقيقة الأمر يعني هذه الحصة يعني جت في وقتها، كان يعني تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال الخمسينية تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بتاريخ 26 نوفمبر 2024، واللي في حقيقة الأمر كانت مطالب الاتحاد ومطالب كل الفلاحين ومطالب كل الشركاء الفاعلين في القطاع أنه تكون يعني نصوص تطبيقية ومناشير وزارية لتطهير العقار الفلاحي، لأنه في إشكالات اللي ما قدروش يعني القوانين في الفايته اللي ما قدروش يحلوها. يعني سويت على هذا القرار السيد رئيس الجمهورية تم تأسيس لجنة مركزية اللي بدا مباشره في ديسمبر 2024. بدات المهام نتاعها وبدات يعني يعني تضم كل الاشكاليات يعني اللي كانت موجوده في العقار الفلاحي. يعني كانت بمشاركه كل الفاعلين في القطاع الفلاحي بما فيها مديريه المصالح الفلاحيه، الديوان الوطني للاراضي الفلاحيه، الموارد المائيه، الاتحاد الفلاحين، الغرف الفلاحيه، الغرفه الوطنيه. حتى كانت يعني بعض الفلاحين انه شاركوا في هذا المنشور الوزاري. ما ننساوش كان ايضا الشركاء اللي كانوا من قطاع العداله، من قطاع ايضا يعني هما توجور من قطاع العداله، ولكن كان يعني راي للموثقين، لانه من بعد نشوفوا بالتفصيل واش كاين في الاخر. يعني كل هادو قدروا يخرجوا لنا هذا المنشور الوزاري المشترك اللي كان بين وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه والصيد البحري ووزاره الداخليه والجماعات المحليه ووزاره الماليه. يعني كان تمضى في وفاتح من جوان 2025. هذا المنشور الوزاري المشترك يعني كان الهدف منه انه توضيح النقاط الغامضه اللي كانت كاينه في النصوص والاحكام السالفه تاعك. كما ما يخفاش عليكم انه القطاع او العقار الفلاحي يعني مر بعده مراحل منذ الاستقلال. يعني لخصوها كانت الثوره الزراعيه، بعد الثوره الزراعيه كانوا المزارع تسيير الذاتي دومين اوتوجيري، بعدها جاء القانون، صدر قانون 87/19 وين حل هذه المزارع ودار المستثمرات الفلاحيه الجماعيه لي زواسي ودار المستثمرات الفلاحيه الفرديه لي زواي. من بعد صدر قانون 10/03 اللي حولنا من الانتفاع الدائم الى الامتياز. في حقيقه الامر انه هذا القانون الامتياز الفلاحي اللي هو القانون 10/03 جاب عده امتيازات، ويعني ودارك بعض ما نقولوش بعض الاخطاء، ولكن بعض النقائص اللي كانت كاينه في القوانين السابقه. لكن ما يمنعش انه مالغري كان يعني القانون 10/03 يعني دارك معظم ولا نقولوا جل الاشكالات، الا انه بقات اشكاليات اللي ما قدروش نحلوها. بهذا صدور هذا المنشور الوزاري المشترك يعني نقول لك بالك 81% ولا 90% من الاشكالات العقار الفلاحي سوف تحل باذن الله.
ميزابار يعني اللي عندهم نزاعات قضائيه او نزاعات على مستوى المستثمرات الفلاحيه. من بين هذه الاشكالات ولا من بين ما تطرق عليه هذا المنشور الوزاري المشترك انه افتح التنازل عن حق الامتياز. يعني مالغا في الماده 14 من قانون 10/03 انه يقول لك ممكن للمستثمر صاحب الامتياز انه يتنازل عن حقه، الا ان النصوص التطبيقيه كيفاش يتنازل ما كانتش صادره الى غايه صدور هذا المنشور الوزاري المشترك. وين حل يعني وين سهل عمليه ولا اجاز عمليه التنازل عن حق الامتياز للمستثمر صاحب الامتياز. كذلك انه الناس اللي تستغل ولا الفلاحين ولا المستغلين اللي راهم يستغلوا في اراضي فلاحيه بدون سند قانوني، يعني كل مستغلي الاراضي بدون سند قانوني تطرق لها هذا المنشور الوزاري المشترك. يعني بخصوص هذا كانت تعليمات من الوزاره الوصيه وكذلك تعليمات من رئاسه الجمهوريه انه يكون تنصيب لجان ولائيه في جميع الولايات. بطبيعه الحال يعني الساده الولاة وهم مشكورين يعني لبوا هذا النداء بما فيهم ولايه وهران اللي كان تم تنصيب اللجنه الولائيه لتطهير العقار الفلاحيه يوم 2 جويلية 2025. في هذا الاطار السيده دراعو جميله، يعني كما تفضلتم نصبت اللجنه الولائيه لمتابعه عمليه تطهير العقار الفلاحيه مؤخرا. يعني ماذا عن هذه اللجنه المنصبه، يعني من حيث يعني تكوينها مهامها وصلاحيتها؟ يعني كان تنصيب هذه اللجنة الولائية كما سبق وقلت لك يعني تنفيذا لتعليمات السلطات المركزية. هذه اللجنة الولائية تتكون يعني الرئيس نتاعها سي الوالي أو ممثله. أمانة اللجنة سي مديرية المصالح الفلاحية. تتكون هذه اللجنة من مديرية المصالح الفلاحية، مديرية الديوان الوطني الأراضي الفلاحية، مديرية التقنين والشؤون العامة الدرج، عندنا الغرفة الفلاحية، الاتحاد الفلاحين، مديرية الري، أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، وممثلي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني. يعني كل هذا الأعضاء يعني يسهروا على تنفيذ فحوى المهام اللجنة الولائية كما يمكن. يعني لهذه اللجنة أنه تستعين بأي شخص أو أي إدارة تشوفها تحتاجها في مهام هذه اللجنة. أنه هذه اللجنة تعطي تقرير للوزارة الوصية وللولاية اللي هو الرئيس اللجنة، تقرير على مدى تقدم أشغال اللجان الولائية اللي نصبت بهذا الخصوص. كما تتطرق ايضا هذه اللجنه الولائيه الى حل الاشكالات اللي غادي نتلاقاوها في الميدان في مختلف يعني المواضيع اللي غادي نتطرقوا لها بخصوص هذا المنشور الوزاري. شكرا لك سيدة دراعو جميلة، مديرة ديوان الأراضي الفلاحية على مستوى ولاية وهران. يعني بعد تنصيب هذه اللجنة الولائية هل سيتم يعني تنصيب لجان على مستوى الدوائر وكذلك القائمة الفلاحية لمتابعة ملف تطهير العقار الفلاحي؟ السيدة جلولي عائشة عن مديرية المصالح الفلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نشكر إذاعة الباهية على هذا المبادرة وبالخصوص في تطهير العقار الفلاحي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوجيهات السيد الوالي، حيث تمت تنصيب اللجنة الولائية في 2 جويلية 2025. هذه اللجان وتطرقت هذه لكل الانستركسيون هذه نيميرو 2 دو 1 جوان 2025 تطرقت الى كل المشاكل اللي شافها القطاع الفلاحي والعقار الفلاحي بالخصوص. هذا من ناحيه اولى اللي تطرق الى نظره المدى البعيد في استراتيجية الاقتصاد للبلاد، فك اللي كيكون العقار المستغل تاعها عندها العقود تاعها عندها الاخر ينجم يدير استثمار الاخر باريحيه.
وكذلك هناك كاين كما العقار بصيغه كاين بليزيغ صيغ. عندنا كما لا 1003 هي من الاختصاص تاع الديوان الوطني للاراضي الفلاحيه التي تهم مستثمرات الفلاحيه الفرديه والجماعيه. كاين الحيازه الملكيه العقاريه الفلاحيه APFA 8319 هذه استصلاح عن طريق الAPFA. هذا من العام 83. راهي مده كبيره وطويله، وكاين الناس اللي ما داتش الاخر تاعها. الاشكال كان في ان البيافا في الولايات الساحليه ما كانش الاخر تاعها هنا في الولايات الساحليه. هذا مع عرقله العقود تاع الناس. كاين اللي داو العقود تاعهم بالملكيه نجم نقولوا خاصه، وكاين ولات لي في الوقت الماضي قال الاخر ما كانش الاستصلاح هنا عن طريق الAPFA في المدن الساحليه. وقعدت المستثمرين هادو استغلوا الاخر ويستثمروا في الاراضي بدون سندات بقرار مداوله من طرف البلديه. الا ان هذه المنشور هذا الرقم 2 يعاود يرد الاخر للدوائر، لجان الدوائر، باش نديروا لجنات تخرج ميدانيه ونشوفوا الفاعلين الاولين ولا اللي راهم دروك حاليا، وذلك لحل الاشكال وعطاهم العقود تاعهم توجور في اطار APFA الحيازه على الملكيه العقاريه. هذا من الناحيه الAPFA. كاين عندنا ثاني امتياز العامه الامتيازات الفلاحيه جينيرال دي كونسيسيون اغريكول. هذا ثاني امتياز عن طريق الاستصلاح للاراضي الفلاحيه، حيث ان ولايه وهران عرفت واحد 11 محيط في الولايه على عده دوائر. عندنا واحد المحيط اللي ادمج في المنطقه الحضريه لقطب احمد صبانه. وبقاو الاخر كاين المستغلين اللي الدوله العقود تاعهم في اطار 1003، وكاين اللي قعدوا كيما هكاك. هذه حاجه مليحه. التعليمه هذه تمسهم ويدوا الاخر العقود تاعهم. وكاين الانستركسيون هذه تاع 29 هي تم استصلاح في طريق والاخر عن طريق المطابقه. هذه المطابقه تمس الاراضي الفلاحيه التابعه للاملاك الخاصه للدوله. كاين ناس اللي استغلوا اراضي فلاحيه مستغلينها، وكاين انتاج، كاين ولا السند القانوني ما كانش. دروك مام هذه المطابقه، حيث ان حنايا مام مديريه المصالح الفلاحيه باشرت هذا قدام قبل الانستركسيون، باشرت خرجات ميدانيه ودعا عدة ملفات على مستوى المديريه، واحد 495 ملف ودعا على مستوى المديريه، وتمت خرجات كذلك ميدانيه. ورانا توجور في طور الخرجات الميدانيه اللي عاود تدرس على مستوى اللجنه التقنيه وعاود على مستوى اللجنه الولائيه على مستوى الولايه. شكرا لك سيده جلولي عائشه على كل هذه الشروحات. نعم تفضلي سيده. يعني تكمله لما قالته الزميله، يعني احنا في ولايه وهران ولا يعني نحكوا على المستوى الوطني ولا بالخصوص على مستوى ولايه وهران، انه اللجان الولائيه يعني كانت منصبه من قبل. يعني هذا لحسن حظنا. يعني كانت اللجان اللي مكلفه بعمليه تحويل حق الانتفاع الدائم لحق الامتياز وفق المرسوم التنفيذي 1026. هذه يعني باشرت المهام تاعها منذ انشاء الديوان الوطني، يعني تم تحيينها فقط. يعني احنا الملفات هذو ندرسوهم. يعني كانت ايضا عندنا اللجنه الولائيه اللي المكلفه بالاعلان عن الترشح على الاراضي الفائضه ولا الاراضي المتوفره تابعه للاملاك الخاصه. يعني هذه كانت منصبه وكانت عندها يعني عده مهام ولا عده لقاءات. ايضا عندنا اللجنه الولائيه اللي كما تفضلت الاخت على في اطار المطابقه، وكانت عندنا لجنه ولائيه